بدينا يومنا بشاي وأحلى مناقيش جبن، وصلنا إلى منطقة يحشوش كان بالمكان يجنن والتصوير كلش ظالمة. بونجور من لبنان، هذا ثاني فلوق من الرحلة. المنطقة تبعد عن بيروت 1.25 ساعة، بيها كامبينج وهايكينج واكتيفيتي كلش حلو. تقدرون أيضا تستأجرون كوخ وتقضون أحلى ليلة، والمكان بأكثر من قاعدة برايفت ومسبح، تقدرون تحجزون المكان اللي يعجبكم. وإحنا 6 أشخاص، كلفتنا الرحلة $90 فقط، عدا أجرة السيارة والأكل. تقدرون تجيبون أكل وتشوون أو تطلبون من عندهم. وهذا مكاننا اللي اختارناه، كان يجنن والفيو كلش حلو. بعدها قررت استكشف المكان، كانت اكو اشجار العنب والتين، كان اكو اكثر من قاعدة للشوي، وايضا تنور للخبز اذا حبيتوا تخبزون، وكل شي متوفر عندهم. شي صعدني مغارف هاي. واخيرا صدت لي عنقود. ناعتكم الشجرة مالتين شلون جمال. يعني صدق من الشجرة للخلاط. بعدها قررنا نسوي هايكينج ونشوف الشلالات، كان اكو اكثر من شلال، والصراحة كانت الاجواء تجنن. ضروري تجون وتجربون المكان، والمشي بين الطبيعة والسباحة حتونسون كلش. طلعنا نتمشى هايكينج لو تورطت المكان، لا مستحيل مخيف. وصلنا لأول شلال، وكان الهواء والمي يجنن. الصراحة هي أول مرة أسوي هايكينج ومو آخر مرة. صحيح الموضوع كان كلش متعب بس ممتع، وكلش تونست. وصلنا إلى أخير شلال، سبحنا وتونسنا وارتاحينا، وبعدها قررنا نرجع للكامب. وأكيد بدون قايد ما راح تقدرون توصلون لهالمكان، لأن المكان بعيد والطريق صعب. فحخليلكم رقم إبراهيم بالكابشن، وهو حيساعدكم توصلون للمكان، وأي مكان تحبون وأي شي بلبنان حتحتاجون هو حيوفر لكم بأسعار جدا مناسبة. وبنهاية الفيديو أنصحكم تزورون المكان حتى تونسون كلش بهاي التجربة المختلفة، وانتظروني في فيديو جديد.